السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لي جهاز اسطوانة النهارده يا جماعة. تمام، في مشكلة في الخارج بتاع الكهرباء عنده، واحنا قلنا 100 مرة يا جماعة خدوا بالكم من الحاجات من دي وعلى مهلكم عليها، عشان خاطر دي فيها مشكلة دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو، مش فاتح قدامي. طبعا لو دوست كده على السوكت دلوقتي بصوا اهو، واضحة كده قدامكم، واضحة اهي، بصوا تشتغل معايا مفيش أي مشكلة. فانا بقول لو شلت ايدي كده اهي، بصوا يا جماعة، احنا بنقول دايما ده الحاجات دي يعني خدوا بالكم منها بالله عليكم، ان ما بتستحملش خالص في الشغل. خليكم معايا دلوقتي، انا هفك اهوت واوريكم قدامكم على السريع. تفك المسامير دلوقتي، فك على طول بسم الله. تمام، حبيت انقل كل حاجه قدامكم يا جماعه. ادي بورده الجهاز يا جماعه، الجهاز كله احنا بنتعامل معاه حاجه يعني بصوا قد ايه حاجه خفيفه جدا. فخدوا بالكم من القصه دي بالله عليكم، ان الحاجات دي كلها يعني ما فيهاش يعني اديكم زي ما فيه حاجه زي الطفل الصغير. انا دلوقتي عشان دوست عليه برده جامد مكان سوكت الكهرباء، بصوا عامله ازاي يا جماعه، بصوا كده واضح قدامكم، شايفين الرجوله عامله ازاي، واضحه اهو، شايفين. فدلوقتي يعني الحاجات دي بالله عليكم يعني ما بتستحملش والله. فعشان كده انا بقول لكم، انا جايبها قدامكم دلوقتي عشان اوريكم الدنيا، لحمها وشد اللحام على الكل، واوريكم دلوقتي هيشتغل ازاي. تابعوا معايا. الحاجات دي يا جماعه ما بتستحملش، فبالله عليكم يعني خدوا بالكم منها عشان خاطر ما تبصوا منكم. كذا مره وانا بقول يعني القصه دي خدوا بالكم منها عشان خاطر ما بتستحملش. برضو بنجارب معاها ونيجي ندوس ونعمل الشغل ده. دلوقتي لو جربنا كده باذن الله، بسم الله. شوفوا كده يا جماعه، اشتغل معايا على طول اهو، باليو اس سي والاتش دي اهي، تلاقي كده في الشاشه قدامي اشتغلت معايا على طول اهو. ادي الاشاره بتاعتنا، كل حاجه انا بعملها قدامكم عشان تبقوا واخدين بالكم وشايفين. اشتغلت معايا الاشاره قدام اهي، باينه قدامكم. انا قلت ايه، قلت الفيديو لازم اعمله قدامكم كده واوريكم الدنيا ماشيه ازاي، يعني عشان تبقوا واخدين بالكم وشايفين. انا كده دلوقتي خلاص، لو شلت دلوقتي الكهرباء وشغلت تاني قدامي مفيش اي مشكله. الاول كان بيعمل ايه معايا، بيقطع، دلوقتي اهو شغال زي الفل مفيش اي مشكله. فعشان كده بقول لكم الحاجات دي حاولوا انكم انتوا تشتغلوا عليها بهدوء بالراحه، عشان خاطر ده ما بيستحملش. ده كان شرح النهارده، لو عجبك الفيديو سمعنا الصلاه على النبي.